تفتكر لو في مشروب واحد تقدر تعمله في 3 دقايق بس يحميك من الانفلونزا ويقلل الكحة والرشح من اول يوم؟ النهارده هقدم لك كوكتيل طبيعي اقوى من اي مشروب ساخن جربته قبل كده. هو كوكتيل من 4 مكونات بس، والمفاجأة ان كل مكون فيهم ليه قوة علمية في محاربة الفيروسات ورفع المناعة. لو المهم عندك ان الشتاء ده يعدي من غير برد يبقى خليك معايا الكام دقيقة الجايين. اول مكون وهو الزنجبيل. الزنجبيل في المشروب ده مش مجرد نكهة، ده فعليا المكون اللي بيبدأ المعركة ضد الفيروسات. رقم واحد هو مضاد فيروسي طبيعي. الزنجبيل بيحتوي على مكونات قوية، المركبات دي بتهاجم الفيروسات اللي بتسبب الانفلونزا وبتقلل قدرتها على التكاثر جوه الجسم. رقم اتنين بيفتح مجرى التنفس وبيقلل الاحتقان. الزنجبيل بيساعد على توسعة الشعب الهوائية وكمان بيقلل الالتهاب فيها، وده بيخليك تتنفس احسن، خصوصا لو عندك كحة او انسداد او مخاط في الانف. كمان الزنجبيل بيظبط حرارة الجسم بشكل طبيعي، وده هيخليه يسرع الدورة الدموية، وده هيساعد جهاز المناعة يشتغل بكفاءة اعلى ويحارب العدوى اسرع. كمان الزنجبيل بيهدي الغثيان والدوخه اللي بتيجي مع البرد. كتير من الناس اول ما بيجي لهم دور انفلونزا او برد بيحسوا بغثيان على طول. الزنجبيل ممتاز في انه يهدي المعده وكمان يحسن الهضم خلال فتره المرض. كمان الزنجبيل هيساعد الجسم انه يمتص بقيه المكونات، وده هيدي قوه اكبر لبقيه مكونات الكوكتيل. ببساطه كده الزنجبيل هو المقاتل الاول في الكوكتيل، يفتح النفس، يحسن التنفس، يدفي الجسم، وكمان بيضرب الفيروس من قبل ما ينتشر. تاني مكون معانا هو الليمون، والليمون هنا مش مجرد نكهه. الليمون في الكوكتيل دهوت هو درع المناعه الاول. اول حاجه الليمون مليان فيتامين سي، وده اهم عنصر بيحتاجه الجسم علشان يقوي المناعه ويقلل مده وشده اعراض البرد، وكمان بيزود انتاج الخلايا المناعيه اللي بتحارب الفيروسات. كمان الليمون مضاد اكسده قوي بيطرد السموم. الليمون مليان مضادات اكسده بتحمي جسمك من الالتهاب، وكل ما تقلل الالتهابات كل ما مناعتك هتشتغل احسن. الليمون كمان بيساعد على ترطيب الجسم. وقت البرد والانفلونزا الجسم بيحتاج سوائل بكميات اكبر. الليمون بيساعد جسمك انه يحافظ على الترطيب، وده بيسهل على جسمك انه يتخلص من المخاط ومن الاحتقان. الليمون بيهدي التهاب الحلق، طبيعته الحمضيه الخفيفه بتساعد على قتل البكتيريا وبتهدي التهاب الحلق اللي بيجي مع نزلات البرد. يعني الليمون في الكوكتيل ده هو المقاتل اللي بيشحن مناعتك ويزود قوه المشروب كله. تالت مكون معانا هو الكركم، والكركم هو اللاعب الذهبي في الكوكتيل ده. وعلى قد ما كميته بتكون صغيره لكن قوته بتكون كبيره جدا. هو اقوى مضاد طبيعي للالتهاب. في مركب اسمه الكركمين، وده واحد من اقوى المضادات الطبيعيه للالتهاب. وقت الانفلونزا الجسم بيكون مليان التهابات، والكركمين بيقلل الالتهاب ده بسرعه، وده معناه هيقلل الام الجسم، هيقلل الصداع، وكمان هيقلل احتقان الانف والصدر. كمان الكركم بيحفز نشاط الخلايا المناعيه اللي بتحارب الفيروسات، وده هيزود قدره الجسم على مواجهه العدوى وطردها اسرع. وفي ابحاث كتير بتوضح ان الكركمين ليه تاثير مضاد للفيروسات، يعني مش مجرد بيهدي الاعراض، ده علاج للفيروس نفسه. يعني الكركم هو المكون الذهبي اللي بيهدي الالتهاب ويقوي المناعه ويأثر مده المرض. كميه صغيره لكن تاثيره كبير جدا. اخر مكون معانا هو عسل النحل، وده المكون اللي بيحول المشروب دوت لعلاج طبيعي حقيقي. العسل فيه انزيمات ومركبات قويه بتقضي على البكتيريا وبتقلل نشاط الفيروسات، وده بيخليه يساعد في تقليل مده البرد وتهدئه الالتهابات ودعم المناعه ضد العدوى. ومن زمان العسل كان هو اول علاج للكحه والتهاب الحلق. بيكون طبقه مهدئه على الحلق، وده بيقلل الكحه والحرقان وخشونه الصوت، وممكن يكون بنفس فعاليه بعض ادويه الكحه. وقت الانفلونزا الجسم بيكون مرهق ومحتاج طاقه. العسل بيدي دفعه طاقه طبيعيه من غير ما يعمل ارتفاع ضار في السكر زي الحلويات العاديه. كمان العسل يعتبر مذيب طبيعي لمركب الكركمين اللي موجود في الكركم، وبكده هيزود فعاليه الكركم في مواجهه الالتهابات. وطبعا العسل غني بمضادات الاكسده اللي بتحمي خلايا المناعه من التلف، وده بيخلي جهاز المناعه يشتغل احسن. يعني عسل النحل هيهدي الحلق ويقلل الكحه وكمان هيقلل الالتهابات ويحارب الميكروبات ويقوي المناعه، وفوق ده كله هيخلي الكوكتيل طعمه حلو. تعالى سوا نشوف هنعمل المشروب ده ازاي. اول حاجه هتغلي كوبايه ميه، وبعد كده تضيف عليها نص معلقه صغيره زنجبيل مبشور، وتضيف ربع معلقه كركم، وسيب الخليط يبرد لمده دقيقتين بس. بعد كده اعصر عليه نص ليمونه، وبعد ما يبرد شويه ضيف عليه معلقه عسل نحل. ما تحطش العسل عليه وهو سخن عشان تحافظ على فوائد العسل. اشربه مره كل يوم، ولو عندك برد او كحه اشربه مرتين. الكوكتيل ده مش مجرد مشروب دافي، ده مزيج طبيعي بيقوي المناعه ويحارب اعراض الانفلونزا، هيقلل الاحتقان والرشح، هيرفع المناعه بسرعه، هيخفف الام الجسم والصداع، وهيهدي التهابات الحلق والكحه. كمان هيزود الطاقه. كوكتيل واحد لكن تاثيره سريع وملحوظ. مناعه اقوى، رشح اقل، طاقه اعلى، وراحه للحلق والجسم كله. بس خلي بالك لو عندك قرحه في المعده لازم تستشير طبيبك الاول قبل ما تستعمله. كمان لو في عندك حصوات في المراره يبقى قلل الزنجبيل على قد ما تقدر. ولو معدتك حساسه او بتتعب بسرعه اشربه بعد الاكل. جربه لمده 5 ايام بس، هتحس ان جسمك بقى اقوى، طاقتك اعلى، والتنفس احسن. ولو في حد بتحبه عنده مشكله مع الانفلونزا او المناعه ابعت له الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك
واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.